ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة، وان شاء الله ربنا ما يقطع علينا عادة ان احنا نطلع مع بعض. طبعا اللي حصل من الجماهير المغربية ده غير مقبول جملة وتفصيلا وكل حاجة، لان ده النشيد الوطني بتاع بلدنا، بتاع بلدي. صفارات الاستهجان اللي حصلت دي غير مقبولة بالمرة. انتوا بتتكلموا يا جماعة عن مصر. مصر يعني الحضارة، مصر يعني الثقافة، مصر يعني اللي علمت الدنيا دي كلها. اللي يعني انا مش بقول الكلام ولا بقول اقاويل، ولكن دي الحقيقة. مصر جت وبعد كده جه التاريخ. اللي يعرف قيمة مصر واللي يعرف قيمة العلم المصري، تمام، ما يعملش اللي انتوا عملتوه ده. ما يعملش اللي انتوا عملتوه ده. ده كده بصراحة جملة وتفصيلا ملاوش كلام غير دي قلة أدب. تاني وتالت ورابع قلة أدب. لا ليها دعوة بقى انت بتهيج الجماهير، انت بتشعل نار الفتنة، انت بتعمل، انت بتسوي، او انت بتدعي الوطنية عشان خاطر الترند والريتش. لا يا حبيبي، لا لا، مفيش الكلام ده. دي مصر، دي بلدي. اللي حصل ده لازم له اعتذار رسمي من فوزي لقجع، الدولة المغربية، تمام. انا مش هقبل بأقل من كده. احنا وقفنا معاكم في كاس العالم، شجعناكم. احنا وقفنا معاكم في كل حاجه لما جيتوا هنا مصر، شلناكم على كفوف الراحه في 2019. كل الناس كانت بتشجع منتخب المغرب، حتى في افريقيا دي بتقول لك اللي لو ما خدتهاش مصر تاخدها المغرب. ما حدش يجي يقول لي اصل دي قله مندسه. قله مندسه 34 الف واحد ازاي يعني؟ ناهيك عن ده، تعال اقول لك يا محمد يا صلاح، انت بتضحك على ايه؟ يعني مرموش ضيع ضربة الجزاء، انت بتضحك على ايه؟ ها يعني انت بتضحك على خيبتنا؟ اتنين محترفين، واحد في ليفربول واحد في مانشستر سيتي، مش عارفين يشوطوا ضربات جزاء. يا محمد يا صلاح، بتضحك على ايه بجد؟ انا بدافع عنك بقالي فترة كبيرة، ولكن انت بتضحك على إيه؟ انت بقالك ماتشين مستواك مش موجود اصلا. مش عايز تيجي يا محمد يا صلاح منتخب مصر ما تجيش. انا مش بتحامل عليك، انا بتكلم لعب كورة. انا بتكلم ان انت بتضحك عشان ضيعنا ضربة جزاء. فانت مش عايز الجماهير المغربيه تعمل فينا كده، تستهزأ بينا. فيها محمد صلاح مش عارف تشوط ضربه جزاء، وعمر مرموش مش عارف تشوط ضربه جزاء. انتوا ازاي يا جماعه؟ واحد بيلعب في ليفربول والتاني بيلعب في مانشستر سيتي، تيجي تقول لي اصل محمد صلاح حالته النفسيه. انا مالي بحالته النفسيه؟ محمد صلاح جاي يلعب لمنتخب مصر، لما تروح ليفربول يا باشا يبقى خلي حالتك النفسيه. انت بتلعب مع منتخب مصر، انت بتلعب في بطوله كبيره، عايز تاخد البطوله وحالتك النفسيه؟ يعني ايه حالتي النفسيه؟ امال انت ازاي لعيب كبير؟ امال انت ازاي لعيب كبير لما تيجي تقول لي حالتي النفسيه؟ تسيب ايه بقى للعيبه الصغيره؟ يا حاج حسام حسن، يا حاج حسام حسن، ابوس ايدك. امبارح سايب لي امام عاشور فيها يا عم حسام. يا عم حسام، امام عاشور مش قادر يجر في رجله. يا عم حسام كتر خيره، كتر خيره، ده راجع من عيا صعب جدا جدا جدا. ده انا المفروض خلاص الراجل اداني اريحه. بتعمل ايه جنب، بيعمل ايه جنبك محمود صابر؟ ليه بتطلع زيزو؟ ليه يعني؟ عايز اعرف ليه بتطلع زيزو؟ ليه؟ تمام، ليه يا حسام يا حسن بتطلع زيزو؟ ليه التشكيل؟ يعني اهو التشكيل بتاع امبارح اللي لعبنا كوره، مش هقول ما لعبتش كوره يا حسام، لعبت كوره. فين التشكيل ده ساعه ماتش السنغال؟ ليه؟ ليه انا اتحط في الموقف ده؟ ليه يا جماعه العك الكروي المصري لبن سمك تمر هندي؟ ما تجيش تقول لي اصل محمد صلاح بيقف جنب المنتخب، اصل محمد صلاح بيقف. يا جماعه غصب عنه لازم يقف جنب المنتخب. المنتخب هو اللي عمل محمد صلاح وعمل ناس كتير وهيعمل ناس كتير. محمد صلاح لو مش عايز تيجي ما تجيش. اما اللي حصل واللي ظهر امام الكاميرات ده غير مقبول منك بالمره. انت لعيب المفروض كبير ولعيب محترم وكابتن منتخب مصر. انت عارف معنى الشاره اللي انت لابسها ولا ما تعرفش؟ ولا ما تعرفش؟ وفي نهاية الكلام، كلامي تاني للجماهير المغربية، غير مقبول بالمرة اللي حصل. اعتذار من فوزي لقجع، اعتذار من دولة المغرب في بيان رسمي على هذا، يعني خليني أقول العبث، على هذا العبث. تاني وتالت ورابع عبث. انتوا يا جماعه، انتوا يا جماهير اللي بتشعلوا نار الفتنه، يا جماهير المغرب، انتوا يا باشا شجع اللي انت عاوزه. شجع نيجيريا، تشجع السنغال، تشجع بني، تشجع اللي انت عاوزه، بس ده دليل ان انت خايف مني. ده شيء يفرحني، ده شيء يفرحني، ده شيء يفرحني. وفي الاخر هي برضو تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ومصر هي قلب العرب، او قلب النابض للعرب. وفي الاخر لو لم اكن مصريا لوددت اكون مصريا. وزي كل مره لما يخلص الكلام بنقول سلام.